الكشري الاسكندراني على اصوله بطريقه سهله جدا وبسيطه وهيعجبكم قوي قوي ومش هتبطلوا تعملوه. طعمه حلو جدا وريحته تجيب لاخر الشارع. كل الوصفات الجميله دي ولسه اكتر من كده كمان، كل الوصفات دي تابعوها على قناه وصفه هتعجبك. ما تنسيش تضغطي لايك وشير للفيديو وتضغطي اشتراك او سبسكرايب موجوده اسفل الشاشه علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد اول ما ينزل. ما تنسيش تضغطي على علامه الجرس. يلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا على بركه الله. اول حاجه حطيت الحله كده سبتها تسخن، وبعد كده حطيت فيها 4 معالق كبار من الزيت، وهسيبهم برده يسخنوا قبل ما انزل بالبصلايه بتاعتي. طبعا في ناس بتعمله من غير بصل، بس انا بحب ازود له بصلايه وطماطمايه مبشورين، بيدوا له طعم فظيع وبينقلوه بجد في حته تانية خالص. عايزه اقول لكم الكشري الاسكندراني بيختلف عن الكشري المصري. الكشري الاسكندراني ده بيتعمل كده بالطريقه دي، بيبقى عباره عن رز وعدس اصفر فقط لا غير، وبيتحط جنبه بيض مسلوق متحمر في معلقه زيت فيها ربع معلقه كركم، فبيطلع البيض كده المسلوق ده ليه طعم كده وليه لون غريب كده مميز، وشكله حلو قوي، بيطلع مدي على اصفر شويه وبيطلع مميز قوي. ولو في حته سمنه بلدي يا سلام بقى، بيبقى احلى واحلى. بيتعمل كمان جنبه بطاطس محمره، وبيتعمل جنبه سلطه خضراء. تمام. لكن الكشري المصري معروف طبعا ان هو بيتعمل كده لوحده، لان هو زي ما بيقولوا كده حواراته كتير، او الحاجات اللي بتتحط جنبه كتير. بنحط جنبه صلصه، وبنحط جنبه دقه خل وثوم، وبنحط جنبه دقه شطه او اللي هو صوص الشطه، وبيتحط جنبه البصل المقرمش، والحمص الشامي بيبقى برده مسلوق ومحطوط جنبه كده تزودي منه على الكشري. فهو اصلا الكشري المصري ما بيحتاجش ان انت تعملي جنبه حاجه، لان هو كتير وحاجاته كتير اللي بتتحط جنبه كده، فمش محتاج حاجه تانية جنبه. لكن الكشري الاسكندراني بيتعمل بالطريقه دي. حطيت هنا البصلايه زي ما انتم شايفين كده، وهبدا اشوحها تاخد بس لون كده وطعم وتبدا تتكرمل، بتبقى طعمها حلو قوي. وبجد يعني مش هتبطلوا تعملوه بالطريقه دي. واحلى حاجه ان دي اكله سريعه بتتعمل كده في 5 دقايق. يعني لو انت عايزه تعملي اكله سريعه، او قمتي جعانه كده في نص الليل وعايزه تعملي حاجه سخنه وريحتها حلوه كده وتدفيكي كده وتشبعك دلوقتي، هتعمليها بدون اي تكلفه خالص. ربع كيلو عدس على كوبايه رز مصري. انا بصراحه لما باجي اعمل الكشري ده بحب اكتر العدس عن الرز، لان هو بيخلي الرز كده يطلع طري كده وطعمه حلو قوي. عندي بقى هنا معلقه كبيره من بهارات كده مشكله انا اللي عاملاها، عباره عن زعتر وملح وفلفل اسود وكمون وكزبره، وعليهم نص معلقه صغيره من بهارات الدجاج. ضربتهم كلهم كده في الكبه او في المطحنه بتاعه الخلاط، وعملت تتبيله التوابل دي بتطلع طعمها حلو، بحط منها على كل الاكلات ما بتقولش لا. حطيت بقى هنا واحده مكعب مرقه، برضو مكعب المرقه ده تقدري تستغني عنه، ممكن تزودي ملح بس طبعا انا بحب اعمل كل حاجه تخلي طعم اكلي مميز، ويخلي اللي يدوق الاكل كده من ايدي يلاقي كده الاكل طعمه مميز. طبعا عارفين ان الطبيخ نفس، وكل واحده بتعمل تكايه كده مختلفه عن التانية. حتى لو عملت بنفس الطريقه بتاعه حد تاني عملها، بتلاقي برضو طبختك طعمها مختلف عن غيرك. دي سبحان الله، مش كلنا زي بعض خالص سبحان الله، ومش كلنا نقدر نعمل نفس الحاجة بنفس الطعم وبنفس الريحة، ويعني اختلافنا ده بيخلينا مميزين كده كتير عن بعض. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا مستنيه البصلايه تاخد لون كده وتبدا تتحمر، وكمان حطيت التوابل في المرحله دي علشان انا كمان عايزه التوابل تتحمر او تتحمص كده وتبدا تاخد طعم. طبعا كمان انا مهديه النار خالص علشان التوابل لو اتحرقت هتدي طعم مر، فانا مش عايزه التوابل تتحرق، بس عايزاها تتحمص يبقى ليها طعم حلو كده وتبدا ريحتها تطلع. في اللحظه دي اول ما تبدا كده ريحتها تطلع هنزل بالرز. طبعا الرز مغسول ومتصفي، وكمان العدس مغسول ومتصفي، وتعتبر من الاكلات الموفره قوي لانها بتعمل كميه كويسه قوي. يعني مثلا لو هتعملي نص كيلو رز عليه نص كيلو عدس، مش هتحتاجي ان انت تبقى التكلفه معاكي عاليه قوي، فتعتبر من الاكلات الموفره. وكمان فيها بروتين، لان طبعا العدس من البروتينات، فهي طعمها حلو بصراحه. وكمان بتكتر، يعني دلوقتي انا حطيت الكميه دي، لما هتيجي تستوي هتلاقوا الكميه كترت عندي حوالي الضعف. عندي بقى هنا العدس اهو نزلته هو والرز زي ما انتم شايفين، ولو تلاحظوا كميه العدس اكبر من كميه الرز. انا بحب ازود العدس شويه زياده لانه بيدي طعم حلو، وكمان لما بيستوي بيبقى حاجه كده ناعمه وجميل قوي. انزل بقى عليه هنا بالميه، طبعا لو عندك شوربه يبقى يا سلام، لو مفيش خلاص. بصراحه هو في شوربه في الفريزر، بس انا كسلت ان انا افكها دلوقتي، وقلت بقى خلاص هحط ميه وخلاص. بس لو مش مكسله ان انت تطلعي الشوربه تفكيها. والشوربه يا جماعه انا قلت لكم بتتعمل ازاي. يعني لما يكون عندك النهارده مثلا لحمه او فراخ، بتطلعي الشوربه اللي بتتبقى كده في الحله بدل ما ترميها، بتصفيها وبتحطيها في اكياس التلاجة وتشيليها في الفريزر، وتطلعيها اليوم اللي ما عندكيش لحمه او فراخ، او ما عندكيش اكله هتتعمل بلحمه، تطلعيها تفكيها وتستخدميها عادي جدا. دي برضو من الحاجات الموفره وحلوه جدا.
نزلت بقى هنا بمعلقه من الكمون، وطبعا الكمون من اساسيات الكشري ده، بيديله طعم حلو قوي. ولو عايزه تحطي نقطه كاري صغيره خالص تمام، مش عايزه خلاص برده مفيش مشكله. عندي بقى هنا طماطمايه صغيره هبدا ابشرها كده زي ما انتم شايفين. والطماطمايه هنا يا جماعه انا بحطها علشان بتدي للكشري طعم مسكر وحلو قوي. زي ما انتم شايفين اهو ببشر الطماطمايه كده علشان تبقى طالعه ناعمه كده. ممكن تقطعيها عادي بس انا حبيت ان انا ابشرها علشان ما تكونش باينه لكن طعمها يكون باين. هتبدأ بقى تغلي دلوقتي كده وتبدأ تستوي. هسيبها شوية على نار عالية لحد ما تغلي، وبعدين أول ما تبدأ تغلي هنقلها على نار هادية خالص لحد ما تتشرب وتستوي الكشري بتاعنا، ويطلع في الآخر كده مفلفل وطعمه حلو. هدوق بقى الشوربة بتاعته واشوف لو محتاجة أي حاجة. بجد أنا بعمل يا جماعة الكشري الاسكندراني ده بيطلع طعمه أكتر من رائع. طبعا انا هسيب لكم انتوا التجربه وهسيبكم انتوا تجربوا. هو هنا كان محتاج حوالي ربع معلقه ملح كده، فانا هزود له شويه ملح زي ما انتوا شايفين علشان بس الملح يظبط ويبقى طعمه حلو. دي اهم حاجه واهم خطوه ان انت تدوقي كده بعد ما تخلصي، لان ساعات بيبقى الملح قليل فبتحتاجي ان انت تزودي علشان الاكله بتاعتك تطلع مظبوطه. عملت بقى جنبه طبق سلطه خضراء وطبق بطاطس محمره وشويه بيض مسلوقين كده، وهحمرهم في شويه سمنه بلدي، في معلقه سمنه بلدي، وهقدمه جنب الكشري الخطير ده. عايزه اقول لكم بجد بيطلع طعمه رائع. بصوا بقى الكشري وجماله، ريحته فظيعه والله بجد، طعمه اكتر من رائع، مفلفل مش ملزق في بعضه ولا اي حاجه، لذيذ فوق ما تتخيلوا، معدي مرحله اللذاذه، من الاكلات الاقتصاديه والموفره جدا. وبصوا الكميه اللي انا عملتها يعني ملت لحد نص الحله، وبسم الله ما شاء الله طعمه حلو جدا. اتمنى تجربوه. مع الف سلامه.